سلسلة مطاعم البيك الذي في السعودية، أغلبكم وأكثر المغتربين عارفين المطعم وقد أكلوا منه. الناس اللي واقفين بالصورة هذه منتظرين ومطوبرين علشان يشتروا منه. المطعم فتح فرع جديد في منطقة بريدة، والمطعم تسكر بنفس اليوم لأن الزجاج الأمامي حق المحل اكتسر بسبب الزحمة وإقبال الناس الشديد عليه. أنا كنت في البداية أتوقع أن المطعم بيوزع وجبات مجانية بمناسبة الافتتاح، لكن طلع أنه بيشتروا الناس بفلوس، وكمان أي واحد رايح يعمل عمرة أو يسوي حج ضروري يأكل من المطعم هذا، وكأن المطعم أصبح جزء من المناسك. السؤال اللي يحير، هل المطعم ممتاز للدرجة هذه؟ وإيش السر في الزحمة هذه؟ القصة إن صاحب المطعم كان قبل ما يموت يحط ريال على كل وجبة يبيعها المطعم كصدقة، وبعد ما مات الرجال أولاده صاروا يعملوا نفس الشيء ويحطوا ريالين على كل وجبة يبيعها المطعم صدقة، وهذا هو التفسير المنطقي.